صباح الخير. حكايتنا النهاردة عن الملوك الأطفال اللي حكموا مصر، وهنبدأ بتوت عنخ آمون. ولعبت الصدفة دور كبير في وصول توت للحكم وهو عنده 10 سنين، لما اتقتل الملك اللي كان أخوه الكبير، وتعمد الجاني إنه يقتل أخوه في الوقت ده بالذات وهو عارف إن توت لسه صغير وما يعرفش حاجة في شؤون الحكم، فيبقى الحكم في إيد ناس تانية ويبقى توت آخر أحفاد تحتمس ملك البلاد. وبالرغم من اعتراض المحارب الكبير حور محب بسبب إنه لسه صغير ولا يقوى على شؤون الحكم، لكن الكاهن الخبيث أصر إنه يبقى ملك وإنه يبقى الوصي عليه. وفعلا توت بقى ملك وتولى العرش وهو عنده 10 سنين. وفضل توت مشغول بلعبه المفضلة، واتجوز توت من بنت جميلة اسمها عنخي آتون، وكان بيحلم باليوم اللي هيبقى فيه أب. لكن توت مات فجأة وهو عنده 19 سنة، وده أمر غير طبيعي، خصوصا مع وجود آثار لكسور في فخده وجمجمته. واتجوز وزيره من أرملته بعد وفاته، وأعلن نفسه فرعون. والملك التاني هو خمروية، وهو الابن الصغير لحاكم مصر أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية. وبالرغم أنه خمروية ما كانش أول طفل لابن طولون، لكن سعادته بيه كانت كبيرة جدا، لأنه اتولد في نفس السنة اللي تولى فيها ابن طولون حكم مصر. وربى ابن طولون ابنه تربية عسكرية خشنة، فتعلم من وهو طفل فنون الحرب والقتال، فكبر طفل قوي ما بيخافش من حد، لكن الكل بيخاف منه. ولما قرب ابن طولون على الموت، لعبت الأقدار لعبتها، فعباس الابن الأكبر لأحمد ابن طولون خرج عن طوع أبوه فخلعه من ولاية العهد ونقلها لابنه خمروي. ومات ابن طولون وتولى خمروي الحكم وهو عنده 15 سنة، وكان عنيد في حروبه، إذا دخل حرب ما يرجعش منها إطلاقا إلا لما ينتصر. وعانى المصريين كتير بسبب مغامراته الطفولية وحروبه الكتير اللي عجلت بانهيار الدولة الطولونية. وفي العصر المملوكي حكم العيال مصر، وكان السلطان بيستخلف ابنه الطفل على العرش ويموت، فيحكم الطفل سنة ولا 2 يدوق فيهم المصريين العذاب بسبب تصرفاته الطايشة. وعلى امتداد حكم العصر المملوكي اتولى 17 طفل حكم مصر، منهم 6 سنهم أقل من 10 سنين والباقي أقل من 16 سنة، وكان بعضهم صغير لدرجة تضحك، زي الملك المظفر أحمد اللي تولى الحكم وهو عنده 20 شهر بس. ولما بدأ الأمراء يقدموا له فروض الولاء قعد يعيط عشان مرضعته مش جنبه، فبعتوا جابوها وقعدته في حجرها، والأمراء يوطوا يبيعوه وهو بين إيديها. والناصر فرج اللي بقى سلطان وهو عنده 12 سنة، ومع ذلك كان بيسكر لنص الليل، وبعدين يخرج لسجن القلعة ويستعرض المماليك اللي في السجن، ويطلب سكاكين حامية ويذبحهم بيها ويدوس على وشوشهم ويغرقهم بالخمر. وتولى محمد بن قايد باي الحكم وهو عنده 14 سنة، وكان مراهق شرير منع الناس انها تخرج بالليل في الشوارع، وكان بيعاقب الستات بقطع أجزاء حساسة من أجسامهم.